أهل غزة هم من أهل الاستحقاق خاصة، وقد اجتمع عليهم الأذى والمشقة بجميع أنواعها، وذلك بحصار يهود العرب ويهود العجم لهم في دينهم، وكذلك أيضا في أنفسهم ودمائهم وأعراضهم، وكذلك أيضا في انتهاك حقوقهم. فهم أحوج ما يكونون إلى دفع الزكاة لهم، وأهيبوا بالتجار ورجال الأعمال والمحسنين والمتفضلين والمغيثين ومن يستطيع الإعانة سواء بسلاح أو بمال أو بنفسه أن ينصر إخوانه في غزة قدر وسعه وإمكانه، فهذا من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فهم يستنصرون، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فنقول أن الله عز وجل أوجب ذلك. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن قال: من نصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله عز وجل في موضع يحب فيه نصرته. وكذلك أيضا جاء في الخبر في حق المسلم على المسلم قد استنصرك فأنصر في بعض الروايات. فنقول أن النصرة في ذلك واجبة على المسلمين، ولو لم يستنصر فيجب في ذلك العون. وأولئك اليهود في خذلانهم لأمة، في عدوانهم على أمة الإسلام وخذلان المسلمين، من أعظم البلايا وأعظم الفتن وأعظم الرزايا، من أعظم الظلم. بل إنه يخشى على من حاصر غزة بمنع الطعام والسلاح لهم، يخشى عليهم الكفر، بل هو إلى الكفر أقرب.